ثلاث شخصيات غيروا لبنان من دون ما يكونوا رؤساء جمهورية. أنا أقول بكل شفافية وصدق ووضوح وغموض: السيد حسن نصر الله كان الأمين عام لحزب الله اللي تأسس سنة 1982 بعد الاجتياح الإسرائيلي. بالتوازي مع جناحه العسكري صار لاعب سياسي واجتماعي بلبنان والإقليم. كلهم بيروحوا بساعة واحدة. صاحب كاريزما، بيعطي شعور بالتمثيل والحماية، عنده قدرة على إدارة الأزمات واستنفار الناس، لكن عن جزء آخر من اللبنانيين كان عنوان لاختلال سيادة الدولة وتوازنها. بتاريخ 27 أيلول 2024 اغتيل بغارة إسرائيلية على بيروت. الأمر اللي أثار ردات فعل واسعة لأنه هو كان حاضر بحياة كتير من الناس إن كانوا معه أو ضده. ما حدا أكبر من بلده. رفيق الحريري كان مهندس مرحلة ما بعد الحرب الأهلية اقتصادياً وسياسياً. قاد مشروع إعادة الأعمار وإعادة تشغيل الدولة. قدم نفسه كجسر تمويل ودعم سياسي للبنان. لكن مشروع هورايزن 2000 وسوليدار أثاروا جدل كبير حول الخصخصة والدين العام وسؤال المدينة لمين. كلنا وعمة مع رفيق الحريري نعم لتطبيق الطائف، كان الجواب قتلوا رفيق الحريري. وليد جنبلاط ميزان أو بيضة قبان لأنه الأكثر مرونة وقدرة على تدبير الزوايا. بالحرب الأهلية كان لاعب عسكري سياسي، وبعد الطائف صار لاعب تحالفات، ودوره ما بينحصر بالحرب إنما هو لاعب نظام بامتياز مثل صديقه نبيه بري. على لسان الزميل وليد جنبلاط بعت لي رسالة بيقول لي 1 2 3 نبيه يا حياتي. صار المرجعية السياسية الأبرز للدروز وتأثيره تخطى طائفته عبر تحالفاته المفصلية. لن ينالوا من عشقنا للحرية والتنوع والتعدد، لن ينالوا. بال 2005 كان جزء أساسي من مشهد 14 آذار بعد اغتيال الحريري. يا قردا لم تعرفه الطبيعة. مين بتشوفوا الشخصية الرابعة اللي غيرت لبنان من دون ما تكون رئيس جمهورية؟